انا طلعت في التلفزيون مع واحد ما بحبوش. ايوه يا جماعه، كنت قاعده عادي وقبلها بيومين قالوا لي ان عندنا مقابله على صدى البلد في برنامج انا وهو وهي، لحد ما عرفت مين جاي معايا واتقفلت. فكان قدامي طقمين، اول واحد فيهم كان اسود، حرفيا اتبعت لي مسج من المعده بتقول لي امنيه ما تلبسيش اسود. كلمت مروه للميك اب، طلعت عين مروه. اخي معاك، انت عندي ثقه فيك. انا عندي ثقه فيكي ان انت تعملي ميك اب عادل. ايه ده بجد؟ جماعه مروه اول مره اشوفها فما حكيتلهاش قصه حياتي ولا حاجه. الراجل طلق مراته مش شكل حته اللحم. الميك اب ولا غلطه. حاسه الناس هتتصدم اني كبرت. اخر حاجه يعرفوها عني كانت ايام ثانويه عامه. جماعه انا اتاخرت على الهوا وكان هيفوتني، ما كنتش هطلع، وجت اللحظه اللي ما كنتش عايزاها تحصل. بقى يقول لي مين دي؟ انت عمرك شفتها في طبق اليوم؟ استديوهات شد الحبل. ما بحبش الواد ده، بيدي فلوس للناس في الشارع وعمره ما اداني فلوس. اتفاهمنا بكل هدوء رحت طلعت من الجروب، عملنا لبعض بلوكات. لحد ما الصراحه كانت قتلاني تلفزيون ما بتفرجش عليه. وطلعنا بالسلامه، قاطعين علاقتنا ببعض. يلا يا اما يعني عادي، يوم بدأ بخناقه وانتهى بلقاء تلفزيوني. لو مستنيين الظروف تبقى مثاليه عمرك ما هتتحرك. خد نفسك واتحرك.